هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمري مؤمنه اننا كستات اصلا مميزين، واننا مفيش حاجه صعبه علينا ولا في حد اشطر مننا. علشان كده من اول ما بدات معاكم في القناه قررت اننا مش هنعمل اكل عادي، ولا حتى هنعمل اي وصفه والسلام. احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها، وكل مره هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكله من اكلاته. وزي ما اتعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها. المكان بتاعنا النهارده هو عز المنوفي، ووصفتنا هي السجق الشرقي على طريقه عز المنوفي، واللي بجد انا بعتبرها من اشهر وانجح الوصفات عندي على القناه، واللي بجد من كتر ما نجحت مع كل الناس بقت مرتبطه باسمي، لدرجه ان انتوا لو دخلتوا على سيرش اليوتيوب وكتبتوا ياسمين الشريف هتلاقوا اول حاجه ظاهره لكم في السيرش ياسمين الشريف سجق. والنهارده حصريا والاول مره هتعرفوا كل اسرار وطريقه السجق الشرقي من عز المنوفي بالتفصيل. هتعرفوا اسرار خلطه السجق الشرقي هناك بالتوابل اللي اول مره هتسمعوها النهارده، لان مش بيقولوا عليها في اي برنامج، بطريقه اطعم ساندوتش سجق بالظبط زي اللي بتاكلوه من عندهم، وبتمن 4 ساندوتشات بس. من هناك انتوا هتعملوا 12 ساندوتش في البيت وبنفس الشكل والطعم والحجم. ومن النهارده انتوا مش هتشتروا سجق شرقي من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوه في البيت على طريقه عز المنوفي بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل يصدق انه معمول في البيت. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدا. طيب هنبدأ بقى في المقادير بتاعتنا، وأول حاجة عاوزين نص كيلو من السجق الشرقي، وطبعا أهم حاجة إن انتوا تجيبوه من مكان كويس وواثقين فيه ودايما بتتعاملوا معاه. وفي عز المنوفي بيستخدموا سجق مستورد مش سجق بلدي، ودي معلومة مؤكدة من هناك، فتقدروا تستخدموا أي سجق متاح عندكم سواء بلدي أو مستورد. الموضوع مش هيفرق قوي في الطعم، لأن سر طعم السجق بتاعهم هو التوابل مش السجق نفسه. ومش عاوزين نقطعه دلوقتي خالص، احنا هنسويه الأول زي ما هو كده بعدين هنقطعه. وعاوزين معلقتين كبار من الثوم المفروم ناعم، طماطميتين كبار متقطعين لشرايح طويلة وشايلين منهم البذر والمية، وممكن تزودوا عن 2 كمان لو حابين. عاوزة اقولكم انها في الاخر بتختفي تماما. فلفل حامي متقطع لدواير رفيعة، ولو مش حابينه سبايسي ممكن تستغنوا عنه. وللتوابل بقى عاوزين معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من السماق، ونص معلقة جوز الطيب، ومعلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل. وهنبدأ بقى في السجق، وأول حاجة في الطاسة بتاعتنا على النار هننزل بشوية زيت، بعدين هننزل بنص كمية التوم، وهنفضل نقلب في التوم بتاعنا لحد ما ريحته تطلع، بعدين هننزل عليه بالطماطم. وعاوزين نفضل نقلب في الطماطم لحد ما نحس انها بدأت تدبل شوية. وبس كده الطماطم بتاعتنا دبلت، هننزل عليها بالسجق وهنديله تشويحة كده بسيطة مع الطماطم. بعدين هننزل عليه بالفلفل، وكمية الفلفل هتبقى حسب الحاجة، لو عاوزينه سبايسي قوي او شوية صغيرين. بعد كده هننزل عليه بالتوابل وهنقلب كويس. بعدين هنبدأ نقطعه بالمعلقة بتاعتنا بالشكل ده بعد ما يكون استوى تماما، وده طبعا علشان ما يطلعش اللحمة اللي جواه. عاوزة اقول لكم ان احنا لو مقطعينه من الاول كان زمانه دلوقتي بقى فتافيت وما فيهوش حتة صاحية. واخر حاجة خالص هننزل بباقي كمية التوم، وبس كده السجق الخطير بتاعنا خلاص جاهز. وهنيجي بقى مع بعض لاخر خطوة، وهي تدخين السجق، وعاوزين نعمل فيه حفرة كده في النص ونحط فيها قطعة من الورق الفويل، وهنحط عليها حتة فحم مولعة وهنطفيها بزيت السجق.
وهنسيب السجق بتاعنا يتدخن حوالي 10 دقايق وبس كده. وده كده شكل السجق بتاعنا بعد ما اتدخن، وبجد في اللحظة دي الريحة مش طبيعية. وهنبدأ بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا، وأول حاجة بنحط معلقة من الطحينة ورشة من البقدونس. بعدين هننزل بالسجق الخطير بتاعنا، وبس كده أطعم سندوتشات سجق شرقي على طريقة عز المنوفي خلاص جاهزة. وأخيرا جينا لأكتر جزء أنا بحبه في أي فيديو، وهو إن أنا أدوق. جماعة بجد بدون أي مبالغة دي أطعم سندوتشات سجق شرقي هتاكلوها في حياتكم، ومستحيل تفرقوه عن الجاهز، بالعكس هو أجمل بكتير. وكمان هتاكلوا سندوتشات مليانة كده، مش سندوتشات كل اللي فيها زيت وطحينة. وبتمن 4 سندوتشات بس من هناك انتوا هتعملوا 12 ساندوتش في البيت، وبنفس الشكل والطعم والحجم. ومن النهاردة انتوا مش هتشتروا سجق شرقي من بره تاني أبدا، انتوا هتعملوه في البيت على طريقة عز المنوفي بالملي، وأي حد هياكله عندكم مستحيل يصدق انه معمول في البيت. أتمنى أكون عرفتكم كل اللي انتوا محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم أسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم. ولو حابين اروح مطعم معين واجيب لكم اسرار اكلة معينة اكتبوا لي في الكومنتات، والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحه في اقرب وقت ممكن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات.